عارف اللحظة اللي بتحس فيها إن الزمن حرفيًا وقف، اللحظة اللي بتنسى فيها اسمك، تنسى إنك جعان، تنسى إنك عطشان، أو تنسى إنك قاعد في أوضتك أصلًا، سواء شغال على مشروع مهم، أو بترسم، أو بتكتب كود، أو قاعد بتذاكر مادتك المفضلة، طبعًا الكلام ده مش ليك أنت آخرك ربع ساعة وهتقفل الكتاب تاني يعني، أو حتى بتلعب اللعبة المفضلة بالنسبة لك، في لحظة معينة كل حاجة فيها بتسكت، الضوضاء، الدوشة، الموبايل، حتى صوتك اللي جوه دماغك بيختفي. وما بيفضلش غير هدف واحد، عقلك حرفيا بيتحول لشعاع ليزر بيقطع في اي تشتت. اللحظه دي مش سحر ولا قوه خارقه في فيلم مارفل، دي حاله علميه قادره تخليك في قمه ادائك البشري. قبل ما نكمل عايزك تنزل تحت في الكومنتات دلوقتي وتكتب معاك الساعه كام بالدقيقه. متسالنيش ليه، هنحتاجها في الفيديو قدام في اخر الفيديو. انزل بس دلوقتي واكتب الساعه بالظبط بالدقيقه. اهلا بيك في فراسة المنطق، انا لوجيك، والنهارده عندنا حكايه جديده ودسمه جدا، التدفق او الفلو. عشان نفهم الحكايه لازم نرجع لاوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه. الناس كانت نفسيتها مدمره، كل الناس خسروا كل حاجه، ووسط كل الدمار ده طلع لنا شاب مجري اسمه صعب حبتين بس عبقري، اسمه ميهاي تشيكستمنهاي. اعتقد قلت اسمه صح يعني، تلاقيه تحت يعني. ميهاي شاف الناس حواليه متدمره وبدأ يسأل نفسه سؤال عميق جدا: ايه اللي بيخلي الانسان سعيد؟ هل هي الفلوس؟ هل هي السلطة؟ ولما كبر وبقى عالم نفس قرر يدور على الإجابة بنفسه، ووثق رحلته دي في أحد أشهر كتب في تاريخ علم النفس كله، التدفق، سيكولوجية التجربة الأمثل. ميهاي زي ما وضح في كتابه ما بصش للناس المكتئبة، هو بص للناس اللي بتعمل حاجات بتحبها بشغف. بدأ يراقب الرسامين، الموسيقيين، وحتى لعيبة الشطرنج المحترفين، ولقى حاجة غريبة جدا: ممكن الرسام يفضل واقف قدام لوحة واحدة بال10 وال15 ساعة، لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ولا حتى بيخش الحمام. ده على كلام ميهاي، انا ماليش دعوه يعني، لو عايز تروح تساله روح. الرسام بيبقى مندمج لدرجه انه مش حاسس بالدنيا اصلا. الغريب بقى انه بعد ما بيخلص ال10 15 ساعه دول ويخلص اللوحه، بيسيب اللوحه ويرميها كانه مش مهتم بيها اصلا. المتعة ما كانتش أصلا في النتيجة اللي هي اللوح، المتعة كانت في اللحظة اللي كان بيرسمها فيها. ميهاي ما سابش الدايرة بس للرسامين ولاعيبة الشطرنج المحترفين، ده كمان راح للعلماء والجراحين وسألهم كلهم سؤال واحد: بتحسوا بإيه وانتوا في قمة تركيزكم؟ والغريب بقى إن كلهم باختلاف شغلهم لغتهم وصفوا نفس الإحساس بالظبط: بنحس إننا ماشيين مع التيار، مفيش أي مقاومة، كل حاجة بتحصل بتلقائية. ومن هنا ميهاي طلع لنا بالمصطلح اللي غير علم النفس تماما: التدفق او الفلو. تعالى بقى اقول لك ايه اللي بيحصل جوه دماغك حرفيا وانت في الحاله دي، وليه كمان بتحس ان الزمن بيتمط او بيختفي. علم الاعصاب الحديث دخل على الخط عشان يفسر لنا ظاهره ميهاي، وقال لنا ان التدفق مش مجرد مود حلو، ده حرفيا تغيير فيزيائي في دماغك. اول حاجه بتحصل في مخك هي حاجه اسمها الخمول المؤقت للقشره الجبهيه. لو جبت لك الاسم العلمي بالانجليزي اقسم بالله هيجي لك خمول. القشره الجبهيه دي يا معلم هي المسؤوله عن الحسابات المعقده والتفكير المنطقي وكمان حساب الوقت، وكمان مسؤوله عن الصوت الداخلي اللي بيقعد ينتقدك كل شويه: انت بطيء، انت فاشل، شكلك وحش، مش هتنفع. لما الجزء ده بيطفي مؤقتا من دماغك يا معلم انت كده عملت وضع الطيران. عشان كده بتفقد الاحساس بالوقت. تفقد الاحساس بالوقت ايه؟ انت مش بتفقد الاحساس بالوقت، انت بتفقد الاحساس بنفسك. وبرضه عشان كده الصوت اللي بيشكك في قدراتك بيخرس تماما، انت حرفيا بتتحول لآلة تنفيذ وبس. مش بس كده، دماغك بتكافئك وبتحقنك باقوى كوكتيل هرمونات ممكن تتخيله. بس ما تركز معايا يا عم، يا عم ركز معايا وسيبك من الكوتشينه يا عم. ايه رايك؟ حلوه؟ حلو. 5 مواد كيميائيه بتضرب في دماغك، عشان وقتك وانا زهقت هقول لك 3 بس. اول حاجه الدوبامين، بيزود الانتباه والتركيز وبيخليك عايز تكمل. وتاني حاجه هي النور ابنفرين، بيعلي طاقتك لاقصى درجه. وتالت حاجه بقى هي الاندروفين، ده مسكن الم طبيعي، يعني لو انت مثلا بتعمل حاجه ومندمج فيها جامد واتعورت مش هتحس باي الم. الكوكتيل ده مفيش اي ماده في العالم تقدر تديهولك بالتركيبه المثاليه دي الا دماغك وهي في حاله الفلو. جينا بقى للسؤال الاهم في الفيديو ده كله اللي انت داخل عشانه: ازاي اقدر استدعي الحاله دي واستخدمها لصالحي؟ هل هي حظ؟ اكيد لا طبعا، دي ليها معايير منطقيه وهندسه نفسيه دقيقه جدا. لازم تظبط الميزان بين كفتين: مستوى التحدي ومستوى مهارتك. لو التحدي اللي بتعمله سواء بتلعب، بتدرس، بتلعب شطرنج، اعلى من مهاراتك بكتير، هتحس باليأس والإحباط ومش هتكمل. والعكس لو التحدي ده أقل من مهاراتك بكتير، يعني كده جبت ميسي ولعبته في دورة رمضانية، هتحس بالملل والزهق. طب هو التدفق بيحصل فين؟ بدل دي وحش ودي وحش، في النص بالظبط.
لما التحدي يبقى اعلى من مهاراتك بنسبة قليلة جدا. تقريبا كده العلماء حسبوها وقالوا انها ممكن تبقى 4% بس. يعني التحدي حرفيا بيجبرك انك تتخطى حدودك. هي دي النقطة العمياء اللي بيحصل فيها السحر. طبعا ده كلام مكلكع وانت مش فاهم اي حاجة. بص يا سيدي، تخيل معايا كده انك بتتفرج على فيلم اكشن. لو الفيلم تافه وانت قفشت الليلة كلها وعرفت القصة وعرفت مين اللي هيموت، هتحس بالملل وهتقفل الفيلم، ما انا كده كده عارف. لكن لو فيلم معقد وكل شويه يطلع لك شخصيه جديده واحداث معقده ودخلنا في نظريات مؤامره وحاجات كبيره، انت هتحس بالزهق برضه والملل، لان الفيلم اعلى من تفكيرك بكتير. طبعا يا عزيزي انت تفكيرك تمام، هم بس اللي بيجيبوا افلام صعبه. طب المخرج الذكي بقى بيعمل ايه؟ بيمشيك في خط غامض اعلى من تفكيرك بسنه بسيطه، بيديك خيط ويخفي خيط تاني، بيخليك دايما تخمن وتقول انا قربت اعرف. ال4% دول هم اللي بيخلوا ساعتين الفيلم يعدوا كانهم دقايق، وانت تبقى مش عايز تقوم من على الكنبه ومبسوط جدا بالفيلم. وعشان توصل للحاله دي في حياتك العمليه محتاجين 3 شروط اساسيه. اول حاجه هدف واضح جدا، انت مش قاعد تلعب وخلاص ولا قاعد تذاكر وخلاص، انت عارف انك قاعد عشان تخلص الشابتر ده، او قاعد عشان تخلص الايديت بتاع المشهد ده في ساعه. تاني حاجه تغذيه رجعيه فوريه، زي الالعاب بالظبط. انت لما بتضرب طلقه بتعرف جت في الهدف ولا لا. برضه الهدف بتاعك لازم يبقى كده، لازم تعرف هل انت اصبت الهدف ولا لا، عشان لو لا تعرف بسرعه تعدل طريقك وتمشي في الطريق الصح. تالت حاجه بقى عزل التشتت. الفلو عامل زي الشبح، لو الحاجه دخلت عليك وانت بتذاكر وقطعت عليك الفلو، او جالك نوتيفيكيشن من الاكس بتقول لك تعالى نرجع، كده بقى انت مش بس فقدت الفلو، وهتحتاج ربع ساعه تانيين عشان ترجعه. انت كده فقدت الشغف واتضحك عليك تاني يا عبيط. وكطبيعه اي حاجه قويه في الدنيا دايما بيبقى ليها جانب مظلم. الفلو حالة مسببة للإدمان جدا. شركات السوشيال ميديا وصناع الأفلام والألعاب دارسين علم النفس ده كويس جدا. هما بيلعبوا على النقطة دي، هما بيخلوك قاعد تلعب اللعبة أو تتفرج على الفيلم والمسلسل 3-4 ساعات من غير ما تحس بأي مجهود يذكر. ده فلو، بس فلو استهلاكي مش فلو إنتاجي. التحدي الحقيقي هو إنك تروض الوحش ده وتستخدمه للحاجات اللي بتفيدك بجد، دراستك، لغتك اللي بتتعلمها، المحتوى اللي بتصنعه، او اي مهارة تانية بتعلي من قيمتك. في النهاية التدفق او الفلو هي التجسيد الحقيقي لكلمة انك تعيش اللحظة في عالم مليان دوشة، تشتت، وافكار بتسرق انتباهنا كل يوم. قدرتك انك تعزل نفسك وتدخل في الفلو هي قدرة خارقة حقيقية. فاكر بقى الكومنت اللي احنا كتبناه في اول الفيديو؟ ادينا احتاجناه اهو زي ما انا قلت لك. هتنزل دلوقتي تعمل ريبلاي وترد على نفسك وتقول لي بجد، هل الفيديو ده عدى عليك كأنه دقيقة أو 3 دقايق، ولا عدى عليك برضو كمدته الحقيقية 15 ل 20 دقيقة؟ لو عدى عليك لأنه دقيقة أو 3 دقايق يبقى أنا كده عرفت أدخلك في الفلو ومبروك أنا نفذت اللي أنا قلته لك. لكن بقى لو أنت حسيت إنه 15 دقيقة عديها لي يا عم، أنت بتعديها لأي حد عادي يعني. المرة الجاية اللي تقعد فيها تشتغل أو تلعب أو تتعلم حاجة جديدة وتحس إن الوقت اختفى من حواليك، ما تخافش واستمتع باللحظة، لأنك كده في أقصى أدائك البشري. لو وصلت لحد هنا فدي علامة إنك مهتم جدا تفهم تركيبة عقلك وتطوره. متنساش بقى تخبط اللايك المتين وتعمل اشتراك عشان الحلقات الجاية اللي هنفك فيها شفرات نفسية ومنطقية أعمق بكتير. كان معاكم لوجيك، سلام.